تخيل نفسك في أوضة ضلمة، مربوط من إيدك ورجلك في كرسي، متغمى عينيك وفي خرطوم رفيع متوصل بعروق إيدك، ومش شايف ولا سامع أي حاجة حواليك غير صوت دمك وهو بيتصفى نقطة نقطة. كل اللي حكيتهولك ده مش من وحي خيالي ولا مشهد من فيلم رعب، تجربة مشهورة جدا في علم النفس. والتجربة وزي ما أكيد خمنتها هو نفس المشهد اللي حكيتهولك في الأول. جابوا السجين وعرفونا هيتعدم بأغرب طريقة ممكن يسمع عنها. حطوه في أوضة ضلمة وربطوا عينيه وكتفوه من إيده ورجله، ووصلوا خرطوم رفيع لعروق إيده، والناحية التانية كان متوصل بجردل، وطول ما هو قاعد كان عمال يسمع صوت دم وهو بيتصفى نقطة نقطة. السجين أطرافه نملت، جسمه كله برد، وشه اصفر وضربات قلبه فضلت تعلى. السجين كل ثانية كانت حالته بتسوء لحد ما قلبه وقف والسجين ده مات. وفجأة يا صديقي الغالي إن ما كانش فيه ولا نقطة دم اتسحبت منه. الخراطيم دي كانت ديكور، والصوت اللي كان بيسمعه كان صوت تنقيط مية مش دم. السجين ده ما ماتش من النزيف، السجين ده مات موهوم. السلام عليكم، انا مصطفى احمد ودي قناه لحظه ادراك. النهارده انا جاي اقول لك ان العفاريت اللي تحت السرير دي مش حقيقيه. اكيد هم ما سابوش الكون ده كله وجايين يباتوا تحت سريرك، فبلاش قله قيمه وطلع رجلك من تحت البطانيه. اللي حصل مع السجين ده اسمه النوسيبو افكت. النوسيبو افكت عباره عن عقلك دراما حبتين، بيصدق اي فكره سلبيه بتدخله، فعقلك يبدا يدي اشارات لبقيه جسمك انه يتعامل مع الفكره دي انها حقيقه مصدقه. مثلا في تجربه الاعدام اللي انا لسه احكي لك عنها، السجين هنا اقتنع ان اللي بيتسحب ده دمه، فالمخ بدأ يدي إشارات لبقية الجسم إنه يتعامل معاها إنها حقيقة مصدقة، فأطرافه بدأت تنمل، قلبه بدأ يعلى لحد ما القلب وقف والضحية ماتت. بس تفتكر إن الوهم ده محدود؟ يعني لازم تكون في أوضة ضلمة ومتكتف إيدك ورجلك ومتغمى عينيك عشان تعرف إن اللي بيحصل ده وهم؟ بالعكس، أنا عايز أقولك إن الموضوع أبعد من كده بكتير. الوهم قدر يغير موازين العالم، والقصة اللي أنا هحكيها دي بالنسبة لي من أكبر نكت التاريخ. وفي سنة 1944 الجيش الأمريكي قرر يعمل حركة غريبة وصايعة حبتين، إنه أسس جيش كامل اسمه جيش الأشباح وذا جوست أرمي. والجيش ده ما كانش عبارة عن دبابات وجنود وأسلحة حقيقية، ده كان عبارة عن وهم كبير. كان عبارة عن دبابات مطاط وعربيات خشب وأشكال بالبلالين وميكروفونات ضخمة بتذيع تحرك جيش مرعب. والناحية التانية القائد الألماني اترعب واتوهم واقتنع إن في جيش مرعب جاي من الجهة دي. كل دي كانت لعبة وخطة من أمريكا وتشتيت عشان يهاجموه من الجهة الأساسية اللي هم كانوا عايزين يهاجموه فيها. تخيل هتلر بكل جبروته كان كابوس أوروبا في الوقت ده، كان لعبة في إيد الحلفاء بسبب خدعة عملتها أمريكا. وشوية بلالين ومطاط، لو كان عيل صغير ماشي بدبوس كانت الحرب انتهت. هتلر حرفيا اتهزم من قبل ما يخش الحرب، تفكيره اتشتت ودماغه اتوهمت بحاجة مش موجودة. كانت اللعبة اللي رموتها مع جيش الحلفاء، خلوه يتشتت مع الوهم عشان يخشوا له من الجبهة الأساسية اللي ما كانش فيها تقريبا أي دفاعات. خلي بالك دي مش مجرد نكتة تاريخية، ده أكبر دليل إن اللي عقلك بيقتنع بيه أهم بكتير من الحياة اللي قدام عينك. مش لازم العدو يكون معاك سلاح عشان يهزمك، كفاية إنه يقنعك إنك ضعيف، وفي اللحظة اللي تقتنع فيها إنك ملكش لازمة هي دي اللحظة الحقيقية اللي هتخسر فيها كل حاجة. عايزك بس تكون واعي، في اغلب الوقت انت بتكون مكان هتلر بس انت مش واخد بالك. في ناس بيبقى اكل عيشها انهم يوهموك انك مالكش لازمه وضعيف عشان يستغلوا ضعفك في مكسب ليهم هم. يطلع لك واحد ببدله ومأجر عربيه يقول لك انا بص انا كسبت كل ده من المجال الفلاني وعشان تكسبه زيي لازم تشترك في الكورس بتاعي، ويحسسك انك مالكش لازمه من غيره ومن غير الكورس بتاعه، ومش هتعرف تعمل الفلوس اللي هو عملها من غير الكورس بتاعه. فتبدا تستلف من هنا ومن هنا وتفرغ وقتك وتفرغ حياتك عشان تاخد الكورس بتاعه اللي هو في الاخر اصلا كل ده وهم. لو قعدت فكرت مع نفسك شويه مستحيل تلاقي ملياردير حقيقي زي بيل جيتس او ايلون ماسك طالعين يقولوا لك احنا هنعمل كورس نعلمك فيه ازاي تبقى ملياردير زينا. الناس دي الدقيقه معاهم بحساب، كل تفكيرهم في البيزنس. الوقت اللي هم ممكن يضيعوه معاك عشان يعلموك حاجه هم بالنسبه لهم هيضاعفوا في فلوسهم. لو كان في طريق واحد للثراء وكان كلنا هنبقى اغنياء. في النهايه يا صديقي الغالي موقف بيفضل واحد، اللي بيفرق هو رايك وتفكيرك فيه. السجين لو كان ادرك من اول ان اللي بيحصل ده كله وهم وان الخراطيم دي ديكور ما كانش مات، وهتلر لو كان عارف انها خدعه عسكريه ما كانش راح واتهزم. كذلك الضحيه اللي بتدور على الثراء السريع ما كانش ضيعت وقتها وفلوسها في كورس ملوش لازمه وكانت تتعلم بيهم حاجه حقيقيه. وقيس على ده كل حاجه في حياتك. وعشان تفهم قصدي ايه هديك مثال بسيط. اتنين شغالين في الريل استيت او السمسره العقاريه، والشركه عرضت عليهم نفس العقار الغالي عشان يبيعوه، واللي هيبيعوا ليه كوميشن محترم. اول واحد عقله اقنعه ان العقار ده غالي جدا ومستحيل حد يشتريه بالسعر ده، فبناء على الفكره اللي جات له هو ما عملش اي حاجه وما حاولش اساسا. والتاني جات له نفس الفكره بس وقف مع نفسه شويه، قال هو انا اول واحد هبيع عقار بالسعر ده؟ طب العقار ده فعلا لو ما كانش بيتباع كانت الشركه سعرته بالسعر ده؟ لا، اكيد في فئه بتشتري الحاجات دي. وبدا فعلا ياخد خطوه ويدور على الفئه اللي ممكن تشتري العقار ده، وبدا يفكر ازاي يعرض لهم العقار بلغتهم وطريقتهم هم.
الفرق بين الشخصين اللي لسه هحكي لك عنهم ان واحد صدق الوهم والتاني وقف وفكر قدامه. اللي عايز اقوله لك انك مستحيل تتحكم 100% في الافكار اللي بتخش لك، بس الفكره انك ما تستسلم لهاش. واول ما تتحط في موقف تحس نفسك فيه مش قادر تتعامل معاه او تبدا تتوتر وخايف ومش عارف تعمل ايه، اسال نفسك شويه اسئله. وانا اول واحد يتحط في الموقف ده. طب انا متوتر ليه اساسا ولا خايف ليه اساسا؟ لما تمنطق الفكره وتبدا تمسك فين المشكله هتبدا تدور على حلول ليها. و90% من المواقف اللي انت كنت مرعوب منها اول ما تعدي هتحس ان كل ده كان تافه وانا اللي كنت مكبر الموضوع. وعايز احذرك ان اكبر وهم مفيش منه فايده انك تكمل الفيديو لحد دلوقتي من غير ما تعمل لايك وسبسكرايب وشير. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، وما تنساش تصلي على النبي. سلام.